السلام عليكم. مرحب بكم وبكل المشتركين اللي انضموا معنا. إن شاء الله نلقاكم بخير. موضوع اليوم حول مداخلة النائبة القاضي خديجة طرحت تساؤلات عديدة في المجلس الشعبي الوطني على وزير العمل والتشغيل عبد الحق سايحي، حيث أعلن الوزير في المداخلة أن تثمين معاشات المتقاعدين سيكون بداية مايو 2026. تجدون المداخلة وسط الفيديو، ونبدأ بأول مطلب اللي طالبت به حول مستقبل نظام التقاعد، خاصة ما يتعلق بالتقاعد دون شرط السن بعد 32 سنة عمل فعلية، وعن إمكانية التقاعد دون انتظار بلوغ سن 60 سنة، وأيضا حول إمكانية العودة إلى نظام التقاعد النسبي. كما طالبت أيضا بتوظيف الطاقات الشبابية وخريجي المعاهد الذين يبحثون عن فرص عمل من خلال استخلاف المتقاعدين عن المناصب الشاغرة الناتجة عنهم، وكذا المستفيدين من منحة البطالة. وكما طالبت أيضا بإعادة النظر في وضعية عمال التوقيت الجزئي الذين يعانون معاناة كبيرة مع رواتب زهيدة. كما طالبت أيضا بإدماج كل العمال المتعاقدين وكذا المتعاقدين المنتهية عقودهم، حيث يعتبرون أصحاب خبرة. وختمت بسؤالها للسيد الوزير: ما هي الإجراءات المتخذة من طرف وزارتكم لتمكين الموظفين الذين أكملوا 32 سنة عمل فعلية من الحصول على التقاعد؟ ومتى تتم العودة إلى تطبيق قانون التقاعد النسبي؟ سأترككم مع المداخلة ويليها التعقيب من طرف السيد الوزير. القاضي صاحبة السؤال رقم 2179 فلتتفضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الجلسة المحترم السيد وزير العمل، إخواني النواب، للحضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا السؤال طرح كثيرا يعني من طرف المواطنين. لا يخفى على أحد أن العامل الجزائري أعطى ولا يزال يعطي لهذا الوطن منذ فجر الاستقلال وإلى اليوم، وكله شعور بأنه يؤدي واجبا مقدسا تجاه بلده، رغم تراكم المشاكل والمعاناة وفيا لمبدأ خدمة الوطن قبل كل شيء. إلا أنه في سنة 2016 قررت الحكومة إلغاء قانون التقاعد النسبي بالأمر 15/16 دون سابق إنذار، وبحجة عجز الصندوق الوطني للتقاعد، مما عاد بالغبن والمشقة على الموظفين، خصوصا الفئة التي عملت 32 سنة خدمة فعلية ولم يعودوا قادرين على تقديم المزيد من الجهود في مجال عملهم، رغم الخزان الشبابي الكبير لخريجي الجامعات ومعاهد التكوين المتخصصة، والذين يطمحون للحصول على فرص عمل عبر استخلاف المتقاعدين في مناصب عمل كالمستفيدين من منحة البطالة، أو سواء المستفيدين أو غير المستفيدين، الجامعيين وغير الجامعيين، العمال بالتوقيت الجزئي الذين يعانون معاناة كبيرة مع راتب قليل، الإدماج المهني لكل العمال المتعاقدين. هناك من تعاقد السيد الوزير مدة أكثر من 25 سنة وهو متعاقد، يعني والله غير يعني شيء فظيع. كذلك العقود المنتهية بوصفهم ناس أصحاب خبرة. وبناء على ما سبق السيد الوزير المحترم، نتقدم إليكم وإلى الحكومة الموقرة بهذا السؤال: ما هي الإجراءات المتخذة من طرف وزارتكم لتمكين الموظفين الذين أكملوا 32 سنة عمل من الحصول على التقاعد؟ ومتى تتم العودة إلى تطبيق قانون التقاعد النسبي؟ وفي هذا السيد الوزير. الآن الكلمة للسيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ليجيب عن السؤال، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. السيد رئيس الجلسة المحترم، زميلتي السيدة الوزيرة، السيدات والسادة النواب، أولا أشكر السيدة نائبة على هذا السؤال، والذي يطرح إشكاليات كبيرة يجب أن ندرسها من كل النواحي. أولا أن القانون 97/13 الذي ألغي جاء في ظرف اقتصادي صعب، وفي اقتصاد جزائري هش في سنة 2012 إلى 2016. كانت الظروف صعبة جدا للتكفل بتمويل الاقتصاد الوطني، لذلك كان يجب أن ربما اتخاذ إجراء من جانه تسريح العمال. هذا يتناقض كلية مع الطفرة والحركية والديناميكية الاقتصادية التي تعرفها بلادنا الآن. الآن أكثر من 4.6 نسبة نمو في الجزائر، وهناك أمل أن نصل إلى إجمالي الدخل الخام الداخلي إلى 400 مليار. يتطلب أياد وعمال لتحقيق هذا المبتغى الذي أراده السيد رئيس الجمهورية لتبقى الجزائر رائدة في مجال الاقتصادي. ففي هذه الحالة نحتاج إلى أيد عاملة، لا أن نطلب من الناس الذهاب قبل سن 60، بالعكس هناك دول أخرى في الغرب يصل سن العمل عند البعض 70 وحتى 75 سنة، وفي دول أخرى في شرق آسيا إلى 80 سنة. نحن لا نقول هذا على كل حال، لكن نقول ما هو
يضمن التوازن المالي للصناديق، وفي نفس الوقت يضمن التضامن بين الأجيال. إذا شخص وصل إلى 72 وذهب يعني تقف الاشتراكات، ونحن نعرف أن في بلادنا هناك مبدأ أساسي وهو التضامن من الأجيال. فهذا التضامن راح يدفع الصندوق أن يكون له توازن، وفي نفس الوقت ندفع للمتقاعدين عند بلوغهم السن القانوني الأجرة التي يتوجب أن تكون لهم في هذه الظروف. في نفس الوقت لا ننسى بأن الدولة ترافق دائما العمال والمستخدمين الذين حازوا على التقاعد لتطبيق المادة 43 من القانون 83 المتعلق بالتقاعد، والتي تقضي بضرورة تثمين التقاعد كل سنة. وقد أصدر السيد رئيس الجمهورية هذه السنة في مجلس الوزراء زيادة قدرها 10% تبدأ من ابتداء من أول فاتح ماي المقبل طبقا لقانون التقاعد المادة 43. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الوزير. الآن الكلمة للسيدة خديجة بالقاضي للتعقيب، فتتفضل مشكورة. بسم الله. أولا أشكر السيد الوزير شكرا على هذا التوضيح، وأشكر كذلك أثمن زيادة في التقاعد للعمال الذين تعبوا في هذا المجال، وأتمنى أن تعاد الدراسة كما سمعت في ردكم على زميل النائب، أن تعاد دراسة هذا الأمر لأنه أمر مهم جدا، وأن حذو التربية في حيث تقاعد 57 للرجال و52 للنساء. نتمنى ذلك إعادة هذا الملف إلى الدراسة. السيد الوزير، يعد التقاعد بعد 32 سنة خدمة اعترافا بسنوات طويلة من العمل والعطاء، خاصة بالنسبة للعمال الذين أفنوا أكثر من 3 عقود في خدمة الوطن، أكثر من 30 سنة. والله يا سيد الوزير جاتني اتصالات من العاصمة هنايا، كاين بعض العمال تاع البلديات كاين تاع البريد الفاكتور 40 سنة هو يعمل، قال لك أنا مازال ملي بديت 18 سنة ومازال نطلع البراوات للناس وندقدق ونطلع الدرج. يعني هذه أظن هذا مثال واحد فقط أتمنى أن يؤخذ بعين الاعتبار. فهؤلاء يصلون إلى مرحلة متقدمة من الإرهاق الجسدي والمهني، وخصوصا في المهن الشاقة. تصل بنا كثير من المهن الشاقة، خاصة الذين يعملون في حسين مسعود وهذوك يعني الخارج، ما يشوفوش اولادهم من بعد كيفاش يكبروا. فهذا النظام في تحريك يساهم هذا النظام في تحريك سوق العمل. إن إعادة النظر في نظام التقاعد النسبي أو التقاعد للعمال بعد 32 سنة عمل دون شرط السن لا يمثل مطلبا اجتماعيا للعمال فحسب، بل هو أيضا خيارا يخدم الدولة والاقتصاد الوطني، يمكن بضخ دماء جديدة في المؤسسات العمومية، مما يساهم كذلك في القضاء على البطالة وتحسين الأداء الإداري ورفع كفاءة المرافق العمومية. كما يتيح هذا النظام تنظيم انتقال الخبرة بطريقة سلسة بين الأجيال، الجيل القديم والجيل الجديد. وفي هذا نزيد أكرر أن المستفيدين من منحة البطالة، سواء المستفيدين من منحة البطالة يبقى طول حياته هو يستفيد من منحة البطالة، يلحق 40 سنة ينحوها له من منحة البطالة يقعد هكذاك. إلى متى سيعملون؟ السيد رئيس الجمهورية أكد أن منحة البطالة هذه مسألة مؤقتة، فإذا بها هي أكثر من 3 سنوات. فسيد الوزير أرجو أن يؤخذ هذا الأمر بعين الاعتبار. كذلك 500 ألف اللي راهم يخرجوا من الجامعات كل عام، أين سيذهبون هكذا بكل تخصصاتهم؟ الناس تاع التكوين المهني كذلك الآلاف مؤلفة راهي تخرج هكذاك بطالة. إذا لم نجد حل لهذه المسألة بدراسة، وهذا حسب أكيد الوزارة عندها تقنيين، عندها مختصين، عندها علماء في هذا الأمر، أكيد سيصلون إلى حل مقاربة، حل يرضي الجميع، يرضي الدولة، يساهم في الاقتصاد، وكذلك يضخ الدماء الجديدة للعمل، ويخلي إخواننا والمواطنين يستريحوا بعد هذا العمل، خاصة اللي خدم فوق 32 سنة 40 سنة 37 سنة. والله السيد الوزير هذو كم اتصلوا بيا. الكلمة للسيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي للتعقيب، فليتفضل مشكورا. أريد أن أذكر أن الحركية الاقتصادية في بلادنا تضع كل سنة 566 ألف أو أكثر. هذه السنة 680 ألاف منصب عمل لم يتم أخذه كاملا. هذا الوعاء السنة الماضية 714 ألف تنصيب من بين 608 ألاف منصب. احنا نتمنى أن كل مناصب يتم تنصيب فيها. الحركة الاقتصادية للبلاد ودرجة النمو تعطي ديناميكية كبيرة للقضاء على البطالة. شكرا سيدة. شكرا سيد الوزير. إذا بعد هذه المداخلة مع وزير العمل والتشغيل، وضح الوزير أن العودة إلى التقاعد النسبي غير مطروح حاليا من أجل التوازن المالي لصندوق التقاعد، كما أوضح أن التقاعد بعد 32 سنة فعلية قد يؤدي إلى ضغط مالي كبير على نظام الضمان الاجتماعي، وأكد أن الدولة تسعى إلى حماية نظام التقاعد واستمراره للأجيال القادمة. وبدل العودة للتقاعد، أعلن الوزير أن الحكومة تعمل على تثمين معاشات التقاعد سنويا وتطبيق الزيادات في معاشات
التقاعد ابتداء من شهر ماي 2026. ما تنسوش لايك واشتراك. إلى فيديو آخر إن شاء الله، ومع السلامة.